أول سؤال عندي بيقول ازاي القانون، ازاي المخدرات في القانون المصري بتتصنف؟ التعاملات في المواد المخدرة طبقا للقانون رقم 82 لسنة 1960. هذه المعاملات بتندرج تحت الجرائم الجنائية، وهي جرائم في ذاتها من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة. لذلك توسع المشرع في هذا الأمر وتوسع في السلوك وحجم التعاملات، فلم يجرم فقط تعاملات البيع والشراء، بل وضع طبقا للنص كل حيازة وكل إحراز وكل تعامل أيا ما كان هذا التعامل، إذا كان مقايضة، إذا كان نقل، إذا كان زراعة، إذا كان جلب، إذا كان تصنيع، إذا كان تصدير، أي صورة من صور السلوك الإجرامي التي تطرأ على هذه المواد المخدرة فهي مجرمة طبقا للقانون ومجرمة قانونا. لكن على الجانب الآخر، وهذا توجه عام بالمناسبة، نجد الآن بعض الدول الأجنبية أصبح الأمر فيها مباح بنسبة يعني هنقول يسيرة. يعني إيه؟ صحيح. الاستخدام الشخصي للمواد المخدرة اللي هو التعاطي، يعني أيوة. هذا الاستخدام يكون بمنأى عن الجريمة والعقاب، مش عليه جريمة ومش عليه عقاب، بمنأى عن التقسيم. يعني دلوقتي ممكن نلاقي ان هو بعض المواد الغذائية اللي بيبقى في ظاهرها انها مواد غذائية، لكنها في حقيقة الامر هي يدخل فيها بعض المواد المخدرة. ممكن في المحال التجارية بتبقى شوكليت بار على ارفف من المكان وبها مواد مخدرة. هذه الإشكالية وهذا التوجه العام، وكثيرا ما نسمع عن هذه المسألة. الأمر ده واقعه صعب على المصريين، لأن دي مسألة مهمة جدا. لربما يكون الشخص الذي يتردد على هذه البلاد أو الشخص الذي مقيم في هذه البلاد حينما يأتي إلى مصر وبمناسبة عبوره الدائرة الجمركية فيجد نفسه متهما في قضية جلب مواد مخدرة من الخارج. والمشرع تشدد في هذه المسألة وجعل عقوبتها مغلظة، فقد تصل إلى الإعدام في بعض الأحيان. فهذه المسألة لها إشكالية خاصة. حتى لو كانت حاجة هي أصلا جاية شوكليت مصنعة من بره، حتى لو كانت هي حاجة جاية شوكليت مصنعة من بره، ملناش دعوة، احنا جريمة القانون ده مش عندنا. يعني حتى لا نتطرق في أركان جريمة الجلب وخلافه. يعني مثلا لابد وأن يعبر الدائرة الجمركية حتى يتم القبض أو حتى يتهم في هذه المسألة. يعني إيه؟ يعني أنا لو أنا قاعد في الترانزيت ومعايا الكلام ده، أنا ما فيش جريمة وما فيش عقاب. فهي ليها شروط عشان ما نتطرقش للجريمه بذاتها. لكن هو احنا بس معلومه مهمه جدا عرفناها، عشان لو حد جاي من بره وفاكر ان الحياه بتبقى بره يجي هنا قضيه جلب موضوع يعني احنا ممكن نتكلم ان هو قضايا الاتجار، هي قضايا ده بيتاجر في المخدرات، مصيبه سوداء. قضايا جلب المواد المخدره وعلى النقيض تصدير المواد المخدره بتكون فيها العقوبه طبق نص الماده 30 من القانون، فبتكون فيها العقوبه اعدام. اما عن الاركان والشروط والتوصيف الاتهامي وتوصيف الجريمة من الممكن أن نردف له حلقة أخرى، لأن الموضوع طويل وكبير. صحيح.